الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. هذا الموضوع، هذا الفيديو خاص بفريقين متناحرين في سوريا. أنصار جيش أبو محمد الجولاني الرئيس السوري الانتقالي المؤقت، وأنصار قوات سوريا الديمقراطية قسد، أو جيش قسد، لأنه في تقديري أنه تسمية قوات سوريا الديمقراطية هي تسمية مجحفة لهذا الكيان العسكري السياسي العقائدي. ما يليق بهذا الكيان جيش، لأنه على صعيد العدد 100,000 مسلح، 100,000 جندي مدرب، والعقيدة القتالية سوريا ديمقراطية. هنالك أجندة سياسية لهذه القوات. الكثير من الأسباب تجعلني أصف هذا الكيان العسكري بالجيش، جيش سوريا الديمقراطية وليس قوات. هم تواضعا يعني مسمين نفسهم قوات سوريا الديمقراطية، لكن الأنسب والأجدى أن يكون جيش. حتى في مرحلة التأسيس هم ذهبوا مع الأسف الشديد، يعني انسجاما مع قوات حماية الشعب والجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني في تركيا. في مراحل التأسيس في البدايات كانوا تحت تأثير المزاج السياسي والأيديولوجي لحزب العمال الكردستاني، لذلك ارتأوا أنه نسمي هذا الكيان العسكري وتعداده عشرات الألوف ويتجاوز من حيث العدد ومن حيث التسليح قوات حزب العمال الكردستاني. لكن حتى الآن هم يعتمدون هذه التسمية، وفي تقديري أجد أن الأمر مجحف بحق هذا الكيان العسكري، على أن التسمية الحقيقية اللائقة بهذا الكيان جيش سوريا الديمقراطية. وسأحاول أن أجري مقارنة ما بين الجيشين، جيش سوريا الديمقراطية وجيش أبو محمد الجولاني، مع طرح مجموعة من الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها. أولا، على الصعيد الوطني، السؤال الذي يتبادر للذهن الآن هل هنالك مسيحيين أو مسيحيون ضمن جيش أبو محمد الجولاني؟ طبعا لا. هل هنالك علويون ضمن جيش أبو محمد الجولاني؟ بكل تأكيد لا. هل هنالك دروز؟ لست متأكدا، لكن أعتقد لا، لأن هذا الجيش الذي يتحرك بمنطق الميليشيا الغير المنضبطة والمتورطة في جرائم حرب طبقا لتصريحات وتقارير أوروبية محايدة. ما جرى في الساحل السوري وما جرى في السويداء خير دليل على ذلك. إذن هذا الجيش من ماذا يتكون؟ من مكون واحد فقط: عرب، والدروز عرب، والعلويون عرب، وهنالك مسيحيون عرب. مش كل المسيحيين، لكن جزء من المسيحيين يعتبرون أنفسهم عربا. لكن عماد وأساس واستراتيجية هذا الجيش، جيش الجولاني، هم العرب السنة وشرذمات من الإرهابيين الأجانب الذين
كانوا ضمن جبهة النصرة، الحزب التركستاني والحزب الإيغوري هالكيانات. إذن على الصعيد الوطني لا يوجد ضمن هذا الجيش مكونات الشعب السوري الأخرى لكي نصفه بالجيش الوطني. إذن وطنية جيش الجولاني مطعون فيها بالأدلة القطعية الثبوت والدلالة وطبقا لواقع الحال. بينما جيش قسد ضمنها الكرد والعرب السنة وأبناء المنطقة وخارج المنطقة. أنا شفت فيديوهات لمقاتلين من الساحل السوري موجودين ضمن قسد. يعني مسألة الانتماء لقسد تجاوزت حتى مناطق الشمال السوري أو المناطق الكردية والمناطق ذات الغالبية الكردية إلى مناطق أخرى. مقاتلين من محافظات أخرى ومن مكونات الشعب السوري موجودين داخل قسد. مسيحيين موجودين، تركمان موجودين. أحد التركمان كان موجود، كان قيادي وناطق باسم قسد، شو اسمه، سلو، هرب على تركيا وندم. يعني تعامل تركيا وتعامل الائتلاف وتعامل المعارضة السورية وتعامل النظام الحالي مع سلو جعله يعني في عداد النادمين على ذلك الانشقاق. مقصدي أنه التركمان أيضا موجودين داخل جيش قسد. إذن جيش قسد على الصعيد الوطني يتجاوز جيش الجولاني بسنوات طويلة، حتى على صعيد الأعداد، والأعداد هذا سآتي وأذكر هذه المسألة. لكن بالدرجة الأولى أيهما أكثر وطنية، جيش قسد أم جيش الجولاني على صعيد التكوين، على صعيد الانتماء؟ مكونات الشعب السوري هل تنتمي إلى هذا الجيش لكي نعتبره جيشا لكل السوريين يدافع عن كل السوريين؟ في تقديري جيش الجولاني وبالدليل القاطع بات يعني واضحا أنه يعني مش أنه مطعون في وطنيته على صعيد الاحتواء والاحتضان والتكوين. أيضا على الصعيد ضمن الإطار الوطني، على صعيد العقيدة القتالية، ما هي العقيدة القتالية لجيش أبو محمد الجولاني؟ بالفيديوهات ولجلسات تدريب وتوجيه معنوي شفنا شيوخ ورجال دين ودعاة ووعاظ نفس طبق الأصل جبهة النصرة، كيف يصار إلى أدلجة المقاتلين المسلحين على منهاج السلفية الجهادية، السلفية القتالية. هذه هي يعني أساس ولب وجوهر العقيدة القتالية الوطنية لجيش أبو محمد الجولاني. كيف لهكذا جيش بهكذا عقيدة أن نسميه جيشا وطنيا أو قوات وطنية أو يعني مسلحين وطني بعقيدة سلفية جهادية لا علاقة لها نهائيا. هذه العقيدة تكفر السنة وتعتبر نفسها يعني الفرقة الناجية من النار. حتى المسلمين السنة يصار إلى تكفيرهم، مش بس الطوائف والمذاهب الأخرى، لا، حتى ضمن الدائرة السنية. إذن
على مستوى العقيدة القتالية، شوفوا عقيدة جيش أبو قصرة أبو محمد الجولاني، ما هي عقيدته القتالية؟ هل هي وطنية أم لا؟ وهاتوا الأدلة بالوثائق، بالفيديوهات، بمحاضرات التوجيه السياسي والمعنوي. ماذا يقال لهؤلاء المسلحين؟ الدروز كفرة، العلويين كفرة، خنازير، الأكراد ملاحدة، بويجية خونة، ونحن إذا تنحنحنا ونحن يعني الفرقة الناجية من النار ومن الكلام التافه والسمج والسخيف يعني. هكذا يصار إلى تدريب عناصر ومقاتلي ومسلحي جيش أبو محمد الجولاني. هل هذه طريقة لزرع الوعي الوطني عند هذا المسلح ضمن جيش أبو محمد الجولاني؟ في تقديري لا. بالنسبة لقسد، ما هي العقيدة القتالية لهذا الجيش؟ وأؤكد على تسمية جيش. يستحيل ل100,000 مسلح منضبط، مسلح، قارع تنظيم إرهابي دولي كتنظيم داعش، أن يقال له يعني قوات سوريا الديمقراطية. هو جيش بالمعايير العسكرية، جيش بالمعايير السياسية، جيش. إذن العقيدة القتالية لقوات سوريا الديمقراطية أو جيش سوريا الديمقراطي هو يعني سوريا ديمقراطية، سوريا وطنية، سوريا لا مركزية. هذه العقيدة الوطنية ربما لا تعجب البعض، لكن مجمل الأهداف والتغييرات التي تسعى إليها هذه القوات هي ضمن الإطار الوطني، ضمن الإطار السوري، حتى ولو كانت فيدرالية، ضمن الإطار السوري، حتى ولو كانت حكم ذاتي، ضمن الإطار السوري. طبعا الكثير من التجهيل والتشويش وغسل الأدمغة يعني يتم تطبيقه عبر إعلام الذي كان مواليا لنظام الأسد الآن صار مواليا لنظام أبو محمد الجولاني. كل ما بيطلع لك المذيع الشعب السوري ما بده تقسيم، لك وين التقسيم يا بني يا بني جهل؟ وين التقسيم؟ يعني اطلعوا على النظام الإداري، النظام السياسي في إسبانيا، في بلجيكا، في سويسرا، نظم ودول ولا أحلى من هيك. وين التقسيم؟ أنت ليش هيك يعني تحاول أن تحشي رؤوس الناس بالتبن والجهل وتشيطن؟ بالمحصلة عقيدة جيش سوريا الديمقراطية هي في الإطار السوري، ضمن الإطار السوري، ترتيب الدولة، إعادة إنتاج الدولة، هوية الدولة، طبيعة الدولة، إلى أي درجة تكون دولة وطنية ناجحة مزدهرة متحققة. هي العقيدة القتالية لجيش سوريا الديمقراطية مقارنة مع العقيدة السلفية الجهادية التكفيرية التخوينية لجيش أبو محمد الجولاني. سؤال آخر، موقف جيش أبو محمد الجولاني من النساء، من المرأة. والإسلام كرم المرأة، والرسول كرم المرأة، والقرآن الكريم كرم المرأة. موقف أبو محمد الجولاني والسلفية الجهادية معروف من المرأة على صعيد يعني معروف، ما بدأ شروح يعني في هذا الإطار. هل جيش أبو محمد الجولاني قابل لأن يحتوي على كتلة نسائية؟ هذه الكتلة النسائية كيف ستكون؟
وفق المعايير السلفية الجهادية، محجبات منقبات وكذا ومن هالقصص، من هالكلاوات. كيف ستكون يعني مسألة التعامل مع المرأة داخل الجيش الوطني السوري أو ضمن جيش أبو محمد الجولاني؟ سؤال يعني بشكل أكثر مباشرة، يعني هل هنالك الآن نساء ضمن جيش أبو محمد الجولاني؟ سيقول البعض نعم، لكن هؤلاء النسوة وجودهم داخل جيش أبو محمد الجولاني له جذوره في تنظيم داعش. نساء ضمن الجيش لجهاد النكاح بس، للقتال والجبهات الساخنة على الفراش، تأمين راحة المقاتلين. هاي هي استراتيجية التعامل مع المرأة داخل التنظيمات السلفية الجهادية اللي منها يعني القاعدة وداعش والجهاد الإسلامي في مصر وفي كل مكان. هذه هي نظرة إلى المرأة. طيب، هذا الجيش إذا كان جيش وطني، وهو بالضرورة ينبغي أن يكون جيش كل الشعب السوري، كيف سيتعامل مع مسألة حضور المرأة ضمن هذا الجيش؟ أما قسد، المرأة موجودة قيادية ومقاتلة وعلى الجبهات، وتقتل وقتلت الآلاف من الدواعش، من الهمج، من البرابرة، وكانت ترعبهم مثلما أرعبت غزالة الشيبانية قائد جيش أمية، شو اسمه، الحجاج بن يوسف الثقفي. جيش قسد مليء بأمثال غزالة الشيبانية. عودوا إلى التاريخ الإسلامي وستعرفون من هي غزالة الشيبانية وكيف كانت ترعب أبو الحجاج بن يوسف الثقفي، ذلك النمرود، ذلك الفرعون، ذلك الطاغية. ماذا فعلت به غزالة الشيبانية؟ إذن كيان قسد فيه أعتقد يعني 30 إلى 40% من هذا الكيان نساء، جنديات مقاتلات قياديات. هذا القسم، هذا الجزء النسائي من جيش سوريا الديمقراطية، كيف سيصار إلى تسوية أوضاعه؟ هل سيفرض في حال تم دمجهم في الجيش الوطني طبقا لاتفاقية 11 آذار ضغوط على قسد؟ يعني هذا موضوع مش هين. هل ستقوم قسد بتسريح كل هذا الكم، عشرات الآلاف من النساء من ضمن قسد، روحوا اقعدوا في بيوتكم خلاص، يعني استجابة لضغوط الجولاني وتوم باراك والفرنسيين والقصص هاي؟ سؤال في تقديري لا. هل سيصار إلى القبول بهم مع فرض الحجاب والنقاب عليهم طبقا لعقيدة السلفية الجهادية لأبو محمد الجولاني؟ في تقديري لا. النسوة الأحرار المقاتلات الأحرار في جيش سوريا الديمقراطية سيقبلون الموت ولن يقبلوا فرض الحجاب عليهم في حال أن تم قبولهم ضمن جيش أبو محمد الجولاني مع شرط التحجب
التزام وارتداء النقاب. هذا رأيي، يعني أنا احتمال أطرحه و و وأبدي رأيي اتجاهه. سؤال آخر، على صعيد التسليح، يعني الآن جيش أبو محمد الجولاني مع كل الانتساب اللي صار والتحشيد والقصصي، كم عدد؟ هل هنالك إحصائيات دقيقة صادرة من وزارة الدفاع من أبو قصرة توضح أعداد المنتسبين، ضباط، صف ضباط، جنود ضمن جيش أبو محمد الجولاني؟ في شيء واضح بهذا الخصوص؟ أنا لم أجد شيئا من هذا القبيل. المهم، إذا أنتم شفتوا اكتبوا، يعني آه، لبيان الرأي. فقوات قسد الآن من حيث العدد والعتاد تتجاوز قوات أو جيش أبو محمد الجولاني. هذه الأسلحة الموجودة مع قسد هي أسلحة أمريكية وبمئات الملايين من الدولارات. هيك بمنتهى البساطة، ولكي يظهر يعني جيش سوريا الديمقراطية حسن نيته وحسن وطنيته، راح يجي يسلم العتاد والعديد العناصر والأسلحة كلها لأبو محمد الجولاني، لجيش أبو محمد الجولاني، لجيش أبو قصرة. هل يعني معقول هكذا بالمجان، آه، طبقا للاتفاق، بدون عوائد سياسية، بدون ضمانات، بدون يعني الآن دول الإقليم وفي الدول العالمية بتطعمي أبو محمد الجولاني وبتاخذ منه شغلات. هل يعقل أنه قسد تدعم جيش الجولاني بهذا الكم المهول من الجنود والأسلحة وهكذا بالمجان؟ ينبغي أن يكون هنالك عوائد وطنية تتعلق بالدولة، بكيان الدولة، وينبغي على قسد أن تبقى مصرة على طروحاتها وأهدافها لانتزاع هذه المكاسب الوطنية. مكاسب لا تتعلق فقط بشرق الفرات، تتعلق بمصالح الدروز، مصالح العلويين، مصالح الإسماعيلية، مصالح المسيحيين. دولة تضمن لكل هذه المكونات حقوقها وضمنهم الكرد. يعني مش معقول هذا الكلام أنه فجأة تقوم قسد بتسليم كل هذه الأسلحة وخلاص، يعني انتهى الأمر. آه، سؤال آخر، يعني طيب هذه الأسلحة إذا جرى تسليمها إلى جيش أبو محمد الجولاني، هل هنالك ضمانات أنه لا تستخدم أسلحة جيش سوريا الديمقراطية، أسلحة قسد، ضد الدروز وضد العلويين وضد المسيحيين وضد الكرد؟ هل هنالك ضمانات؟ السؤال موجه لمظلوم عبدي، السؤال موجه لقيادة جيش سوريا الديمقراطية الذي يشاع أو صار يعني راسخا في التعاملات الإعلامية والسياسية قسد قوات سوريا الديمقراطية. يعني لو كان جيش سوريا الديمقراطية لكان اختصاره جسد وليس قصد يد. المهم، سؤال آخر، يعني طبقا لكل ما ذكرته وطرحته من أسئلة ومحاولات الإجابة عليها فيما يتعلق بقضية الاندماج والفروق والاختلافات ما بين جيش سوريا الديمقراطية وجيش أبو محمد الجولاني السلفي الجهادي، مشان يعني عملية الاندماج تتم بسلاسة وبنجاح، ينبغي أن نفهم الفروق، الاختلافات ما بين
الجانبين. طيب، أي من هذين الفريقين ينبغي أن يتغير؟ يعني مش معقول قوات سوريا الديمقراطية أو جيش سوريا الديمقراطية تبقى على هكذا، ما ترفض التغيير. لا، ينبغي التوافقات قائمة على التغيير، قائمة على التنازل. طيب، من ينبغي عليه أكثر أن يتغير ويغير من نفسه؟ يعني آه، يغير من عقيدته ويغير من سلوكه. يعني قوات سوريا الديمقراطية لم ترتكب مجازر بحق العلويين، ولا بحق الدروز، ولا بحق السنة. كل الانتهاكات التي حدثت وسجلت على قسد كانت في فترة الصراع مع داعش. الآن فيما بعد شو صار؟ بعد الإطاحة بداعش ونظام داعش ودولة داعش، أصدقاء أبو محمد رفاقه القدامى، يعني هل صار هنالك مذابح وبالعشرات من الإعلام الكاذب الإخبارية وتلفزيون سوريا وكل الإعلام الذي يطبل ويزمر لنظام الجولاني حاليا على أنه دفاع عن الدولة وعن السيادة الوطنية ومن هالكلاوات وهالقصص. مع كل هذه الفبركات والأكاذيب والأباطيل، هاتوا يعني مرة صار بيني وبين واحد دردشة على مجموعة الصحفيين السوريين، رابطة الصحفيين السوريين. واحد قال منطقة الشيوخ وانتهاكات ومذابح وتهجير. قلت له أنت من المنطقة؟ قال نعم أنا من ابن المنطقة. أنت كنت موجود في فترة المجازر، ارتبك وتراجع، موجود في تركيا وأنا أعرف. وزميل يوسف شريف صديق أيضا وزميل، يعني كشف الكثير عن مجموعات الذباب الإلكتروني الممول من تركيا لصالح الجولاني. جيش قسد لم يرتكب مجازر وإبادات تشبه ما اقترفه آه، أبو محمد الجولاني في الساحل السوري في منطقة السويداء. هذا جيش ملطخ بدماء السوريين. حتى على يعني المستوى الوطني، يعني هل قاتل جيش أبو محمد الجولاني محتلي سوريا؟ يعني سؤال، هل قاتل الجيش التركي بوصف تركيا دولة احتلال هي تحتل الآن أضعاف ما تحتله إسرائيل؟ تحتل عفرين، تحتل رأس العين، تحتل الريف إدلب، ريف حلب، دولة احتلال كاملة الأوصاف والأركان. في 2018 في الدوحة ندوة نظمها المركز العربي لدراسة السياسات اللي يرأسه ويديره الدكتور عزمي بشارة، وكان وزير الإعلام السوري موجود، وبرهان غليون موجود، وكل الطاقم الائتلاف المعارضة على أخوان وأنا أيضا دعيت ورحت وقلتها هناك، والموضوع مسجل. الوجود التركي في سوريا وجود احتلال كامل الأوصاف والأركان. انزعجوا، انفجروا. كنت مصر على رأيي في 2018 قلتها. إذا هل قاتل أبو محمد الجولاني وواجه الجيش التركي وهو جيش احتلال عم يقدم طلب مساعدات؟ جيش الجولاني وبتصريح من وزارة الدفاع التركية يعني رفض في إطار الاعتذار يعني تسليح هذا الجيش التركي. النظام التركي الذي يدعم الجولاني رفض تسليحه، وجيش الجولاني يطلب تسليح من دولة جارة تحتل سوريا.
هذا سلوك وطني. ما يجي حدا يحكي إنه السيادة ووحدة الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أنت روح بسط سلطة الدولة على عفرين ورأس العين والمناطق الأخرى وطالع الاحتلال التركي، بعدين تعا على الحسيتشا والدير والرقة وهبت هبت ولبت لبت وها ها ها ها، روحوا حرروا أشوفكم هوسة العشاير. فبينما قست واجهت الاحتلال التركي، منعت الاحتلال التركي من السيطرة على سد تشرين. قسد جيش سوريا الديمقراطية واجهت ثاني جيش في الناتو، ولولا الدعم التركي لما جرى احتلال عفرين، وهم يعلمون ذلك. الأتراك يعلمون والجولان يعلمون والعمشات يعلمون. فما يعني قضية إنه والله طيب أنت لا تواجه الإسرائيليين في الجنوب وتتنازل لهم في الجنوب، ولا تواجه الاحتلال التركي، لا الاحتلال الإسرائيلي لا الاحتلال التركي، وتتنازل للاحتلالين. أنت شو جاي تحكي عن الوطنية وعلى السيادة الوطنية وتزايد على قسد وتزايد على الأكراد والدروز والعلويين؟ يا تافه، شو رصيدك الوطني؟ هذا يعني حطوا رصيدكم الوطني على الطاولة مشان نشوف إنجازاتكم الوطنية مشان نشوف. في تقديري من ينبغي عليه أن يتغير، جيش الجولاني أم جيش قسد؟ أنا والرأي لكم يعني طبقا لكل المعطيات التي ذكرتها، جيش الجولاني ينبغي أن يغير من نفسه ويغير من عقيدته ويغير من سلوكه ويغير من أدائه حتى يصير جيش وطني بالفعل يليق ويكون مهيأ لكي تنتسب أو قوات سوريا الديمقراطية أو ينتسب جيش سوريا الديمقراطية للجيش الوطني السوري. متى تتوفر هذه الشروط وهذه الأرضية؟ أنا لا أعلم. الجواب لكم، والسؤال أيضا مطروح للجانبين الطرفين، يعني قيادة جيش وشيوخه المتوالين خلف الستار. تقرير رويترز فضحهم، بس ما في خجل، ما في حياء، ما في حياء. خالد عبود وشريف شحادة صار يخجل منكم، صار يخجل من أدائكم الإعلامي السقيم التافه. يعني إذا هذا هذه الحال يعني التي أنا ذكرتها والأسئلة التي طرحتها في تقديري أجد أنه من الصعوبة بمكان الاندماج المجاني والمباشر والتلقائي بين جيش سوريا الديمقراطية وميليشيات أبو محمد الجولاني. هذه ميليشيات، هذه عصابات. كيف تطلبون من جيش وطني حقيقي مسلح مدرب أن ينتسب إلى يعني جماعات ميليشيات فصائل مقطعة موصلة، شي تابعة للتركي شي تابعة ما بعرف مين، و ويصار يعني يضغط على قسد إنه أن تلتزم بهذا الاندماج المجاني يعني الغير وطني والغير ديمقراطي، والذي أعتبره خيانة. فليهيئ أبو محمد الجولاني وداعموه الظروف القانونية السياسية الإدارية التنظيمية لجيشهم، ويبيضوه من السجل الدموي وينظفوه من المقاتلين والإرهابيين الأجانب. بعدين يجوا يقولوا يا قسد اتفضلي الآن الأمور مهيئة ولا حجة لك بعد الآن، بعد ما صار
جيش أبو محمد الجولاني وطني 100%، احترافي 100%، عقيدته وطنية 100%، كل الأمور التي تغري جيش بوزن قوات سوريا الديمقراطية أن تنتسب إلى ما يسمى بوزارة الدفاع أو جيش سوريا الوطني. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في موضوع آخر.